وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه بنور اليقين، ومنح بأنوار علومه من اختاره من عباده المؤمنين، وفتح أقفال قلوب علمائه بفتحه المبين، وأرشدهم إلى تبيين أحكام الإسلام والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمي الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. المشاهدون والمشاهدات، مرحبا بكم في برنامجكم في شرف العربية الذي يأتيكم من قناة سلام الفضائية. وهذا البرنامج كما ذكرنا يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور من حيث نهضتها وانتشارها. وفي هذه الحلقة الجديدة ما زلنا مع الكاتب الإريتري المناضل محمد سعيد ناود في كتابه العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي، وتحدث في هذا الكتاب في الباب 10 تطرق على الممالك الطراز الإسلامي في القرن الإفريقي. نما الاهتمام ومعرفة العالم الإسلامي والعربي بإثيوبيا أو بالحبشة التي جذبت العديد من العلماء البارزين مثل المقريزي والعمري وابن أبو صالح وأبو العباس أحمد بن علي القشندي، ولكل من الرحالة بن حوقل والرحالة عبد الله بن محمد المعروف بابن بطوطة والمسعودي. هؤلاء كلهم داروا هذه المنطقة التي تسمى الآن بالقرن الإفريقي، وفي القديم كانت تسمى ببلاد الحبشة. والمسعودي وآخرون والذين بدونهم لم يكن بالإمكان معرفة الكثير من تاريخ الحبشة خاصة والقرن الإفريقي بشكل عام. هم جاءوا ودرسوا أحوال الشعوب في هذه المنطقة ودونوا لنا كتبا من ضمنها الإلمام. وقد عرفت الشواطئ الغربية للبحر الأحمر لدى المؤرخين. الشرقية هي التي تتبع على الجزيرة العربية واليمن، وأما الغربية فهي على الاتجاه الإفريقي الذي لدى المؤرخين العرب بأسماء مختلفة. هذه المنطقة عرفت بأسماء مختلفة، منها بلاد الطراز الإسلامي، أي تطرد الساحل الأفريقي بالدين الإسلامي، شبهوها كأنها طراز. هذه الممالك كانت على سواحل البحر الأحمر أو على الشواطئ الإفريقية. وكما يقول المسعودي في كتابه عرفت أيضا ببلاد الزيلع وبلاد الجبرتة، وإليها ينسب المؤرخ المصري المشهور عبد الرحمن الجبرتي إلى ولاية جبرة الإسلامية. يتفق المؤرخون أن باب المندب كان أقدم الأبواب التي ولجتها العناصر الآسيوية في هجرتها إلى أفريقيا، وإن العرب لم يطلقوا عليه اسم الباب إلا لأنه كان مدخلهم للقارة، لذلك اسمه باب المندب، باب المندب. ولا تزال الآثار الثقافية على جانبيه تقوم شاهدة على الاتصال القديم بين آسيا وإفريقيا، مما استمر باب المندب مدخلا للهجرات البشرية عبر القرون المتعاقبة، وظلت الصلات بين جانبي البحر الأحمر متصلة، أي الشرقي والغربي. كما كان العرب أول من عرف كل الموانئ الواقعة في الشواطئ الغربي للبحر الأحمر، وتحديدا موانئ عزاب
وسواك وعقيق ومصوع وزيلع وبربرة ومقديشة وزنجبار ودار السلام. هذه كلها موانئ تاريخية كانت موجودة عرفها العرب منذ القدم، وكل هذه المناطق كانت جزءا هاما لكل الحضارة العربية والإسلامية. ومناطق الساحل هذه كانت هي المعروفة في أفريقيا في البداية. إن الإسلام في إثيوبيا أو في الحبشة له جذوره التي تمتد إلى وصول المهاجرين الأوائل إلى مملكة النجاشي النصرانية في أوائل القرن السابع الميلادي، ويظهر الإسلام وينتشر في شبه الجزيرة، والعلاقات التجارية قائمة بينها وبين الجانب الشرقي في إفريقيا، فلا يؤثر ظهوره في العلاقات إلا في الذين كانوا يترددون على إفريقيا من العرب وقد أصبحوا مسلمين بعد أن كانوا من عبدة الأوثان. وهذا بالتأكيد له تأثير على من يتصلون ويتعاملون معه في الشاطئ الآخر للبحر الأحمر. وهذه المنطقة كما ذكرنا كان هي شاهدة على حضارة إسلامية وعربية. وتحدث الانقسامات المذهبية في الدولة الإسلامية الناشئة، وتهاجر بعض العناصر العربية فرارا من وطأة الحكم لتستقر على الساحل. فيما كان النزاع الذي حصل في الخلافة الأموية أو العباسية كان هنالك خلاف طبيعي، وكل من خالف كان يخرج إلى مكان آخر، ومن ضمنهم الذين جاءوا واستقروا على الساحل الإفريقي، ومنهم الزيديين في عهد هشام بن عبد الملك بعد فشل ثورتهم. كما أن امتداد السلطة الأموية أدى إلى نشوء تجمع مسلم منظم في الساحل الإريتري على البحر الأحمر مشتملا على دخنو هي الآن تسمى حرقيقو، وباضع باسع ومصوع، ومن فيهما دهلك جزيرة دهلك أو أرخبيل دهلك الذي يضم أكثر من 120 جزيرة صغيرة وكبيرة، والتي أدت بدورها كنقطة انطلاق للأسلمة السريعة للقرن الإفريقي ونشوء عدد من الولايات الإسلامية. الدولة الإسلامية الأولى في الحبشة. إن العرب والمسلمين وبفضل موقعهم الجغرافي بين الشرق والغرب وبحكم مهارتهم البحرية فقد سيطروا على موانئ البحر الأحمر والمحيط الهندي، وبذا تمكنوا من إنشاء أول دولة إسلامية بالحبشة، وأطلقوا عليها تسمية سلطنة شوا، وذلك في عام 896 ميلاد في الجزء الشرقي للسهل الإثيوبي أو الحبشي. وقد قامت هذه الدولة في وسط إثيوبيا أو الحبشة وفي قلبها وفي بقعة من أخصب بقاعها، وهي شوا، مدينة شوا موجودة الآن بما يسمى بإثيوبيا الحديثة. وأنشأ هذه الدولة جماعة من بني مخزوم وهم عرب، وقد تكون مجتمع هذه الدولة كمجتمع زراعي مستقر. وكان لسلطنة شوا إطلالات ضئيلة على العالم الخارجي بحكم بعدها عن شواطئ البحر الأحمر وموقعها في قلب البلاد، لأن إثيوبيا لا تحدها الآن بالتسمية الحديثة إثيوبيا أو بالموقع الحديث، لا يحدها أو لا يشاطئها بحر. فكان لهذه السلطنة إطلالة ضئيلة،
وهذا يوضح السبب وراء جهل العالم الإسلامي بهذه السلطنة القديمة. هذه من تاريخ السلطنات العربية والإسلامية التي نشأت في بلاد الحبشة منذ القدم، والتي حكمت قرابة 4 قرون، وذلك من سنة 273 إلى 684 من الهجري. أرض الزيلع. كان الجغرافيون العرب، طبعا هذه التسميات الجديدة إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي والصومال، هذه تسميات حديثة لم تكن من قبل. كانت تسمى بهذه ببلاد الحبشة، ببلاد الزيلع، بمملكة شوا، بسلطنة إيفات، وهكذا. كان الجغرافيون العرب ويقسمون الحبشة إلى قسمين: بلاد النصرانية وإقليم الطراز الإسلامي. القسم الأول هو الأوفر عددا والأوسع مجالا ويملكه الأمهرة، ويشمل القسم الثاني الأراضي المقابلة لبر اليمن، بر سعد الدين كانت تسمى كذلك، على أعالي البحر الأحمر وما يتصل به من بحر الهند. وكان يعرف ببلاد الطراز الإسلامي لأنه جانب البحر كالطراز به، أي يمتد ساحلا للبحر دون أن يتسع كثيرا في الداخل. وهي البلاد التي يقال لها بمصر والشام بلاد الزيلع. لذلك هناك كان في الأزهر الشريف رواق الزيلع أو رواق الجبرتة. فيما يروي صاحب مسالك الأبصار، وكان المقريزي فيما نعلم هو أول كاتب عربي يفصل الحديث عن الحبشة في كتاب صغير بعنوان الإلمام بمن في أرض الحبشة من ممالك الإسلام، وقد كتبه وهو بمكة فيما يروي عام 839 هجرية. ويذكر أن إقليم الطراز الإسلامي يضم 7 إمارات، حيث يحكم كل منهما ملك مسلم. وقد تطرقنا لهذه الممالك في حلقات سابقة. الحروب الحبشية المسيحية، حروب الحبشة المسيحية أو النصرانية مع ممالك الطراز الإسلامي. الصراع الآن الذي يدور بين الحق والباطل، بين الدين الإسلامي وغيره، كان في ذلك الوقت أيضا له دور في أنشئت حروب في هذه المنطقة، وسميت حروب الحبشة المسيحية مع ممالك الطراز الإسلامي. إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدي الكرام. عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام بعد فاصل قصير، ونواصل ما تطرقنا إليه في حروب الحبشة النصرانية مع ممالك الطراز الإسلامي في القرن الإفريقي. يقول الدكتور عبد المجيد عابدين في كتابه بين العرب والحبشة إن سوء العلاقة مع إمارات الساحل تأثرت لما كان بين مملكة كسوم التي كانت تمثل النصرانية واليمن من حروب قديمة، فكانت هذه الإمارات هي التي أنشئت في باضع، أي مصوع، الآن تسمى مدينة مصوع، هي باضع
أهل مسوع يطلقون إليها باصع، ودهلك وزيلع وسواكن تمثل الدولة العربية القديمة، وهي دولة حمير العربية، فيما كان بينها وبين أكسوم من حملات. فوجهت مملكة الأمهرة الحبشية حملاتها ضدها، مثلما كانت مملكة أكسوم توجه حملاتها قديما على حمير. تلك نظرة فيها الكثير من الصواب، ولكن هناك عامل آخر في تلك المرحلة. هذا يقول صاحب كتاب العروبة والإسلام بالقرن الإفريقي الأستاذ محمد سعيد ناود رحمه الله. يقول تلك نظرة فيها الكثير من الصواب، كلام عابدين، ولكن هناك عامل آخر في تلك المرحلة أدى إلى نشوب الحرب بين الحبشة وممالك الطراز الإسلامي. فقد كانت الحرب بين الحبشة المسيحية ودولة إيفات وإماراتها السبع منذ القرن الثاني عشر نتيجة تأثير الحروب الصليبية على منطقة الشام، الحروب التي كانت بين الإسلام وبين النصارى في ذلك، وسميت بالصليبية لأنه كان يرفع فيها الصليب. وقد تطرقنا من قبل إلى محاولات القوى الأوروبية أثناء حروبها الصليبية ضد القائد صلاح الدين الأيوبي الذي فتح بيت المقدس، ولإقحام الحبشة لتحريك جيوشها في الجنوب لمحاصرة مصر شمالا وجنوبا، حيث يؤكد ذلك وجود الأصابع الخارجية لتحريك تلك الحروب التي نشأت بين شعوب هذه المنطقة تحت ستار الصراع الديني. فالعداء الذي أظهره يكنن أملاك نحو المسلمين أدى إلى نتائج، وترتبت عليه حروب دينية امتدت طيلة القرون الثلاثة التي تلت فترة اعتلائه للحكم على رأس الأسرة السليمانية ضد بلاد الطراز الإسلامي. وكما أسلفنا القول، فإن أول حاكم لدولة إيفات كان يسمى عمر والشمع، وحكم من بعده أولاده وأحفاده حتى كان آخرهم يسمى صبر الدين محمد ابن والخي ابن منصور ابن لشمع أو عمر بن لشمع. فملك إيفات في حدود سنة 700 هجرية، وطالت مدته، وكانت الحروب سجالا ومستمرة بين الأمراء المسلمين وملوك الأمهرة لسنين طويلة، بحيث عندما انتصر الأمهرة خربوا المساجد وبنوا الكنائس مكانها، ونزلوا قتلا وتشريدا بالمسلمين، هكذا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يوجد هنالك تقارب بين المسلمين والمسيحيين البتة، فكل له رسالته يؤديها. فالإسلام جاء لإخراج هؤلاء الناس من ضلالهم إلى نور الإسلام. لذلك حينما قال ما الذي جاء بكم أيها الرعاة، هذا ملك الفرس لربعي بن مالك، قال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من العباد إلى عبادة الله، من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه رسالة المسلم إلى قيام الساعة. لذلك الصراع لازم يكون بين المسلمين والنصارى وغيرهم لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. وكذلك بالسجن والاسترقاق ما لا يمكن التعبير عنه مدة 20 عاما. هكذا فعلوا في المسلمين هؤلاء النصارى في ذاك الوقت، وما زالوا يفعلون حتى الآن، سواء كان بالتنصير الناعم أو بالقتل والسجن والطرد وإخلاء المنطقة من معالم إسلامية
وبالذات في منطقة إريتريا المغتصبة. وكان آخر الأمراء الذين أنزل الهزائم المتلاحقة بملوك الأمهرة هو سعد الدين أبو البركات. هذا التاريخ لا يوجد الآن، لا يدرس في إريتريا ولا يدرس في الجامعات، إنما هذه محاولات من هذا المؤرخ المناضل محمد سعيد ناود رحمه الله في كتابه يسلط الضوء على عروبية هذه المنطقة. وله مقال تاريخية اللغة العربية في أريتريا، كذلك له مقال نشر في الموقع الحكومي ما يسمى بجريدة إريتريا الحديثة أو موقع شاب بايت الإلكتروني. وهذا أبو البركات جده عمرو للشمع، لكنه انكسر أخيرا حتى لجأ إلى جزيرة زيلع بعد ما قاتل، انكسر ورجع إلى جزيرة زيلع في وسط البحر، فحاصروه بها ومنعوه الماء. وبعد أن اهتدوا إلى طريق الدخول الجزيرة قاتلهم، فأصيب في جبهته بعد فقده الماء 3 أيام، فخر إلى الأرض فطعنوه وهو يستشهد ويضحك إلى أن فارق الحياة، وذلك في سنة 805 هجرية. وقد ملك نحو من 30 عاما، وكان رجلا صالحا نسأل الله أن يتقبله. وكان أولاد سعد الدين قد فروا إلى بر العرب، وهم 10 أكبرهم صبر الدين، فأكرمهم الملك الناصر ابن الأشرف بن إسماعيل ملك اليمن، وأنزلهم ثم جهزهم فعادوا بمدد، ودخلوا في معارك لا حصر لها ضد الأمهرة، هزموهم فيها حتى استعادوا ملكهم، ونشروا الإسلام في بقاع واسعة من الحبشة. هكذا لم يستسلموا، إنما أعدوا العدة وفي اليمن وخرجوا واستعدوا وجاءوا إلى بلادهم وخلصوها من الأمحرة، وظلوا يتوارثون الحكم، ويستمر كل منهم في الحروب والجهاد مكملا رسالة سلفه. ثورة الإمام أحمد ابن إبراهيم الملقب جرانج معناها الأشول الأعصر، فهذا الشخص كذلك تطرقنا إليه في حلقة خاصة له، حركة الجهاد الإسلامي في شرق إفريقيا في القرن العاشر. إن الحروب التي قامت بين الإمارات الإسلامية وملوك الحبشة بدأت منذ عهد الإمبراطور يوكنن أملاك، وإن المواجهة الإسلامية المسيحية في الحبشة استمرت تقريبا قرابة 3 قرون بدون نصر حاسم لكلا الطرفين، حتى مجيء المجاهد الشيخ أحمد بن إبراهيم الذي باشر جهادا كبيرا ونجاحا لم يسبق له مثيل في الحبشة والقرن الإفريقي. خلال فترة جهاده التي دامت 15 عاما، وفي هذه الحروب استعان حكام إثيوبيا بالقوى الخارجية من وراء البحار للقضاء على الممالك الإسلامية. فقد استعان الإمبراطور لبنى دنجل بالبرتقاليين، فقام البرتقاليون بارتكاب الكثير من الجرائم، فقام القائد البرتقالي لوبي باحتلال ميناء زيلع الذي كان عاصمة سلطنة عدل الإسلامية، حيث أحرق البلدة ودمرها في سنة 1517. وجاء من بعده القائد البرتقالي سالندينا فهاجم ميناء بربرة وعبث بالبلدة وأباحها لبحارته، وسبق أنه في عام 1507 ميلاد أن احتل البرتقاليون جزيرة سومطرة عند مدخل البحر الأحمر، وتمادوا في أذاهم للسكان. ومن هنا يتضح بأن ثورة أحمد جرانج
لم تكن دون أسباب أو مبررات قوية، فقد سبقتها أولا الجرائم التي ارتكبها البرتقاليون بحق السلطنات الإسلامية، وتواطؤوا ملوك الحبشة النصرانية معه ودعوتهم لمساعدتهم في القضاء على الإمارات الإسلامية، كما كانت ثورته ردة فعل طبيعي لما ارتكبه ملوك الحبشة النصرانية من فظائع بعد أن قضوا على ممالك الطراز الإسلامي بحق سكانها من قتل واسترقاق وتشريد ونهب. كان الإمام أحمد بن إبراهيم الملقب بجرانج هكذا يسمونه لأنه كان أشول، يعني استعمل يده اليسرى أو أعسر، صهرا للأمير محفوظ أمير زيلع، وقد بسط نفوذه على إمارة هرر. بعدها سارع بإعلان رفضه لدفع الجزية لملك الحبشة لبن دنقل، وعندئذ أصبح قيام الحرب بينهما أمر لا مفر منه، لأنه لضعف هذه المملكات والحفاظ على الأراضي الإسلامية كانوا يدفعون الجزية لملك الحبشة النصراني، وعكس ذلك من المفترض النصارى هم الذين يدفعون الجزية للمسلمين، ولكن ضعف الحال كما حالنا الآن نحن ندفع الجزية للنصارى وللكفار للأسف الشديد. وقامت لرفض الجزية لملك الحبشة لبن دنقل، وعندئذ أصبح قيام الحرب بينهما لا مفر منه. عندما تحركت الجيوش الحبشية واجتاحت سلطنة عدل تصدى لها الإمام أحمد ابن إبراهيم وهزمهم شر هزيمة. إلى حلقة جديدة مشاهدي الكرام، نلتقيكم واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربي